أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الجولة الثقافية في معهد الفنون التشكيلية للبنات. هذا المعهد اليوم ضم الكثير من الأعمال الفنية في الذكرى المئوية للشاعرة نازك الملائكة. نقف عند أحد الأعمال التشكيلية وهو النحت على الطين. تتحدث لنا مريم يوسف عن هذا العمل. السلام عليكم مريم. ايش عجب اختاريتي الأعمال الطينية؟ الأعمال الطينية أول شيء نتحدث عن الفخار بصورة خاصة بالأخص، لأن الطين من نقول إحنا أعمال طينية راح نقول نحت ونقول فخار. الفخار هو تاريخ وحضارة، هاي معروفة منذ الأزل. أول شيء الفخار يمتاز بأنه هو يعني يعطي طابع روحك الداخلية راح تطلع بالفخار، والفخار يضم شغلتين، يضم النحت ويضم الرسم. يعني هسه أنتم شايفين مثل ما شفتوا إنه إحنا عندنا رسم بالتزجيج، وعندنا من ناحية الأواني الفخارية، من ناحية الجداريات الفخارية، هاي كليتها يعني شلون أقول لك إنه تعطي روحنا ندخلها بالأعمال، فلهذا إحنا نحب هاي الأعمال. هذا قضية النحت على الطين والأعمال الفخارية، ما تلاحظين بها فد نوع من الصعوبة يعني وأنت كامرأة؟ هي بها نوع من الصعوبة، بس كامرأة عراقية بالأخص لا، ما بها صعوبة أبدا، ما بها صعوبة، بالعكس شيء كلش سهل. احنا بنات شغوفات كلش، ومن حبنا لهذا الفرع قدرنا انه نبدع بيه، ودرجة يشوفون الأعمال مالتنا كلش حلوة. ما شاء الله. من شو وقت يعني هويتي هذه الأعمال؟ من الطفولة لو الدراسة فرضت عليك القضية؟ لا، هي مو الدراسة فرضت عليها، وإنما من تخصصنا بالفرع. أول ما تخصصنا بالفخار، ست هايدي رئيسة الفرع مالتنا هي اللي حببتنا بالأعمال وحببتنا بالشغل، وأيضا الأساتذة اللي ويانا. أنا كنت هاوية التصميم، فمن دخلت يعني هي قالت لي إنه الفخار بتصميم، وصدق طلع إنه الفخار بهواية مواهب، يضم هواي مواهب. أكثر الأعمال اللي تركزين عليها بالفخار هل هي لشخصيات أم لأبنية أم ماذا؟ أكثر شيء الأشياء الهندسية والأشياء اللي تخص الحضارة الآشورية، لأن كلش أحبها. نعم. أي نعم. بالنسبة للتزجيج، يعني شلون انتقلتي من هذه المرحلة إلى مرحلة الرسم بالزجاج؟ الرسم بالزجاج هو شيء نوعا ما صعب نقدر نقول، لأنه اللون مو نفس اللي أنت تخلطه. يعني أنت جاي تخلط لون، بس من تدخله الفرن اي نعم نعالجه بلون اخر، من تدخله الفرن يطلع لك غير لون. يعني مثل اكسيد الحديد، عندنا اكاسيد الحديد عندها 3 الوان، فهاي من تدخلها الفرن درجة الحرارة معينة راح تكسر عليه يطلع لك غير لون، فهي هذا الشيء لازم يحتاج لتدقيق شوية. طبعا كل إنسان يقوم بعمل هنالك رسالة يوصلها من خلال عمله. ماذا تقول مريم عن عملها، وما هي الرسالة التي توصلها عن طريق هذه الأعمال التشكيلية؟ الرسالة اللي أريد أوجهها إنه الفخار ما مات، هاي أول شيء، لأنه الفخار من صدق إنه بهاي وضعيتنا وبهذا الأوضاع العراقية أكثر شيء اللي معروف هو الرسم والنحت اللي جاي نشوفه بارز. الفخار شيء كلش بسيط من يمه جاي يبرز، فإحنا نريد نبرز الفخار، نريد نرجع الفخاريات البابلية القديمة الآشورية، فنريد نرجع الحضارة العراقية القديمة. أول مشاركة لك بهذا المعرض لو شاركتي بمعارض سابقة؟ كفخار أول مشاركة إلي بهذا المعرض، وإن شاء الله بعد معارض هواية راح أشارك فيها إن شاء الله. أكو عمل يعني راح يصير خاص بيك تشاركين به لو أعمالك متعددة؟ لا، أعمالي متعددة، لأن نريد نوصل فكرة الفخار بكل نواحيها. شكرا جزيلا، يا رب دوام التوفيق، وإن شاء الله المرأة العراقية التشكيلية تكون مبدعة، وهي مبدعة من مهد الحضارات إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستمرين وياكم، ابقوا معنا.